السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، معكم ياسر حمد الله من قناتي تي في مع فيديو جديد وشرح جديد وموضوع جديد على قناتي تي في. موضوع النهاردة وشرح النهاردة هيكون عن تنزيل قناة كرتون نتورك بالعربية على القمر نايل سات. القناة موجودة على النايل سات وتعمل بتقنية ال SD وال HD على ترددين مختلفين. النهاردة هنشرح طريقة تنزيل القناة على رسيفر SD. عشان تعرف طريقة تنزيل القناة تابع معنا الشرح حتى النهاية، وما تنساش لو عجبك الفيديو دعمنا بلايك، ولو انت مش مشترك في القناة دعمنا بالاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو حصري وجديد على قناتي تي في. ويلا نبدأ على بركة الله خطوات تنزيل القناة. من الريموت كنترول تضغط زر القائمة الرئيسية منيو وتقلب في الأوامر زي كده لحد ما تجيب كلمة التركيب أو التكوين أو إعدادات الطبق. الكلام ده بيختلف على حسب البرمجة والأوبشن الخاص بالرسيفر، بس أغلبية الرسيفرات تقريبا جميع الرسيفرات الصيني أو الرسيفرات الاس دي تقريبا نفس القائمة بالشكل دي. المهم أول ما تجيب إعدادات الطبق أو التكوين تضغط أوكي وتنزل على كلمة بحث يدوي بالشكل ده وتضغط أوكي كده تمام. أول ما تفتح معاك القائمة دي أول حاجة تيجي عنديها اسم القمر وتختار نايل سات. تمام، بعد ما تختار النايل سات تنزل على كلمة إضافة وتضغط أوكي، هيفتح معاك بالشكل دي. هنا مكتوب التردد معدل الترميز، دي البيانات الخاصة بالتردد. أول حاجة نكتب التردد الخاص بالقناة وهو 1.326. تضغط أوكي، تنزل على معدل الترميز تكتب 27,500. تضغط أوكي، تنزل على القطبية تخليها زي ما هي حرف الاتش أو أفقي، وتنزل وتضغط أوكي. تضغط اوكي هيقول لك هل تريد الحفظ، هتضغط موافق، هيقول لك التردد موجود بالفعل وهياخدك اوتوماتيك على التردد اللي انت عايزه. تمام، بعد كده تنزل على كلمة بحث وتخليها مجاني او قنوات مجاني، وتنزل على كلمة الشبكة وتخليها مقفل او مغلق عشان ما يعمل لكش بحث عن جميع القنوات ويلخبط لك الدنيا ويطول معاك في البحث. المهم اول ما تخلي بحث الشبكة مغلق تطلع على كلمة بحث تاني تضغط اوكي. بالطريقة دي يبدأ معاك الرسيفر يعمل عملية بحث عن جميع القنوات، وأول ما يخلص بحث يقول لك هل تريد الحفظ، هتقول له موافق كده تمام. بالنسبة للقناة هتدور على القناة عندك هتلاقيها موجودة في آخر القنوات. هذه القناة نزلت بدون مشاكل، وادي شعار القناة CN بالعربي يعني كرتون نتورك بالعربي على القمر نايل سات على التردد الخاص بها وهو 1.326 على 27,500 حرف الاتش أو أفقي. وبكده يكون موضوع النهاردة خلص. انتظرونا بكل حصر وجديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.